السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما شفتوا غنصوب معكم طويجين ديال الدنجان معمر بالكفته والفلفله مشويه. نتمنى ان الاعجاب ديالكم ونتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر. ندوزو المكونات وشكرا. بالنسبه للمكونات ديالنا هما هادو. بسم الله. عندي هنا جوج دنجالات كبار مقطعين طرونش رقيق ومدوزين بشويه الزيت. انا هنا قليتهم غير شويه، ما خليتهمش يتحمروا، غير شي شويه الزيت. انا سبقتهم من قبل باش نربح الوقت. عندي هنا مطيشه 3 الحبات كبار محكوكين، وراس كبير ديال الثومه الا كان صغير ممكن تستعملوا 2 حتى 3 معلقه ديال مطيشه الحك. هنا 250 غرام ديال الكفته ديال العدن، ممكن تعوضوها ديال البقري. عندي هنا 3 فلفلات مشويين ومقطعين مربعات صغار، ممكن تستعملوا الفلفله حمراء وخضراء وصفراء الا موجوده. انا عندي هنا غير الحمراء والخضراء. عندي الربيع مقطع. بالنسبه للتوابل عندي الملحه حسب الذوق، شويه سكينجبير، تحميره، ابزار، خرقوم، الكمون. نتوما ممكن تزيدوا لها حتى الزعتر وزيت الزيتون بطبيعه الحال. ندوزو الطريقه. انا هنا غنضيف هاد العطريه كاملها على هاد المطيشه مع الربيع، وغنحطهم طيب ليا يتشحروا وطيب ليا مطيشه. غنزيد لها شويه الزيتون. انا نحطهم فوق البوطه يطيبوا ونتلاقاو. ندوزو للحشوه هنا. بسم الله. غادي ناخذ هاد الكفته. دائما تيبقى على حسب عدد الافراد بالاسره. غنزيد لها الفلفله. ممكن ديروا واحد البطاطا مسلوقه وتهرسوها او تمعسوها وتزيدوها مع هاد الكفته. انا عندي الكفته فيها العطريه، انا غير غنخلطها مزيان مع هاد الفلفله. ممكن تزيدوا لها حتى شويه الزعتر هنا باش تنسنا. انا نخلطها مزيان باش نعمر بها هاد الدنجال. انا هنا غناخذ الكفته وغنعمر بها هاد الدنجال. نتوما الا مبغيتوش الفلفله هكا تبان لكم ممكن تقطعوها رقيق. نعمرها هكا غنلوي على هاد الشكل، ونحطهم في الطبيصه على ما طيب ليا مطيشه او لاصوص. انا غنستمر على نفس الطريقه تنساليهم كاملين. ما ساليت الدنجال ديالي معمرته بالكفته ومطيشه. كما قلت لكم ممكن تزيدوا معاهم بطاطا مسلوقه او ممعوسه. انا دابا غندوز نحطها في الطاجين مادام مطيشه بدات يدخلها ليا الطياب. انا هنا غنزيد ليه واحد شويه الماء، كاس لارو ما كاملش، وغادي نخليه يطيب على العافيه مهيله. ديالنا من بعد ما طاب هو هذا. غادي نزينو بشويه الحامض والزيتون. دائما التزيين تيبقى على حسب الاختيار.